بدأت الحلقة على ديلا وهي واقفة مش مصدقة عينيها. الدنيا لفت بيها وهي شايفة هزان ويوسف واقفين مع بعض في مكان غريب وتوقيت أغرب. ديلا قربت منهم والدموع محبوسة في عينيها، وسألت يوسف بصوت بيترعش: ممكن أفهم انتوا بتعملوا ايه سوا هنا؟ في ايه بينكم وانا معرفوش؟ يوسف سكت خالص، ما كانش عنده رد، وهزان عينيها كانت في الأرض، مش قادرة حتى تبص في وش ديلا من كتر الكسوف والخوف. ديلا صرخت فيها تاني: ردي عليا يا هزان، ساكتة ليه؟ هنا يوسف اتكلم ببرود غريب وقال لها: اسألي هزان وهي تجاوبك، الحكاية عندها مش عندي. هزان لمت نفسها بالعافية وقالت لديلا: يلا بينا نرجع البيت وهناك هحكيلك كل كبيرة وصغيرة، المكان هنا مش مناسب. بس ديلا ما كانتش قادرة تتحرك، الغيرة والشك كانوا بياكلوا في قلبها. ويوسف عشان يخلص من الموقف ده رمى قنبلة في وش ديلا وقال لها: هزان كانت جاية توقع بينا يا ديلا، جاية تطلب مني أبعد عنك وتخوفني منك. ديلا بصت له بخذلان وقهرة وقالت لها: حتى انت يا هزان، انت أكتر واحدة وثقت فيها. وسابتهم وجريت وهي بتعيط. هزان فضلت تجري وراها وتنادي عليها: يا ديلا استني، اسمعيني بس، والله الموضوع مش كده. بس ديلا ما كانتش بتسمع لحد. يوسف دخل اليخت بتاعه وهو بيغلي من جوه. كامل صاحبه كان مستنيه وبصله بعتاب وقال له: يا يوسف، ديلا بنت بريئة وملهاش ذنب في الحرب اللي انت داخلها دي، حرام تظلمها وتكسر قلبها وسط الوحوش اللي انت بتصارعهم. يوسف بصله بنظرة قاسية ورد عليه بمرارة وقال له: وأنا مين رحمني يا كامل؟ مين فكر في براءتي لما حياتي اتدمرت؟ كامل قال له بصدق: لو مش هتقدر تكمل يا صاحبي أنا عذرك، بس عمري ما هشوفك بتعمل حاجة غلط وأسكت. أنا وعدتك أكمل معاك للآخر، بس الحق حق. ديلا وصلت القصر وهزان وراها. هزان حاولت تمسك إيدها عشان تتكلم، بس ديلا صرخت فيها لدرجة إن الخدم كلهم وقفوا يتفرجوا. عايزة مني إيه؟ ابعدي عني وسيبيني في حالي. هزان بدموع قالت لها: يا ديلا، أنا رحت له خوفا عليكي، ده واحد ما كملش يومين في حياتنا، وإنتي ما كنتيش هتسمعيني لو قلتلك ابعد عنه. ديلا ردت بغضب: ومن إمتى أنا ما كنتش بسمعك؟ إزاي تفكري من نفسك وتروحي له وتتكلمي بالنيابة عني؟ صوتهم عالي جدا، وهزان قالت لها: أنا بحبك وبخاف عليكي، يوسف ده ممكن يكون محتال أو منحرف، كان لازم أطمن عليكي. ديلا صرحت فيها: بطلوا تتحكموا فيا، أنا مش صغيرة. في اللحظة دي دخل كيزن وسمع الجملة. ديلا سابتهم وجريت على أوضتها، وكيزل مسك هزان وزعق فيها: إياكي تعلي صوتك على أختي تاني، ديلا أغلى حاجة عندي في الدنيا. هزان انصدمت وسألته بوجع: وأنا إيه يا كيزل؟ ماليش غلاوة عندك؟ كيزل رد ببرود يقتل: أنتي مراتي مش أكتر، واجب عليا أحميكي، لكن دي أختي من دمي ومفيش أغلى منها. ديلا دخلت المطبخ وهي منهارة، فتحت الدرج وأخدت حبوب مهدئة. أمها شافتها واتخضت: بتعملي إيه يا بنتي؟ ديلا صوتت فيهم كلهم: بطلوا تعاملوني كأني طفلة، أنا كبيرة كفاية إني آخد قراراتي. وسابتهم وخرجت وهي مش شايفة قدامها. كيزل من ناحية تانية دخل أوضة خاله حسن وبكل بجاحة قال له: أنت اللي سرقت الذهب يا خال، قل لي مكانه فين أحسن لك. حسن رد بكرامة: عمري ما بيع دمي يا كيزل، العداوة اللي بينا ما تخلينيش أضرك في مالي وشرفك. كيزل ما كانش مصدقه، بس حسن قدر بصنعة لطافة يقنعه إنه بريء من الحوار ده. في مكان تاني رمزي كان قاعد مع أروزة، والاتنين عمالين يصيحوا ويندبوا حظهم عشان الذهب اللي اتسرق. فجأة تليفون رمزي رن، كان أريك وبصوت زي الرعد قال له: اعمل حسابك، لو الذهب مرجعش حياتك هي الثمن. رمزي قعد يلطم، وأروزة قالت له بذكاء: طالما هو عايز الذهب يبقى لازم نلاقي الجاسوس اللي شغال وسطنا، هو ده الخيط اللي هيوصلنا للي سرق. رمزي قرر يقلب الدنيا عشان يلاقي الجاسوس ده قبل ما رقبته تطير. كيزل راح قابل يوسف عشان يتكلموا في الشغل. يوسف في اللحظة دي افتكر فلاش باك لما شاف هزان بتعيط في حضن كيزل في اليخت بعد ما علاقتهم اتفضحت، والوجع جدد في قلبه. رجع للحاضر وقال لكيزل: بسبب الشراكة اللي بينا جالي تهديد من شخص مجهول. خال كيزل رد عليه وقال له: ده طبيعي،
الأعداء بيرحبوا بيك عشان بقيت شريك كيزل، ما تقلقش، دي مجرد فرقعة في الهوا. يوسف رد بذكاء وقال: أنا هعيد التفكير في موضوع الشراكة، حوار التهديد مش سهل وهحتاج وقت أقرر هكمل ولا لأ. وسابهم ومشي وهو بيخطط لخطوة تانية. يوسف بعت رسالة لديلا يطلب يقابلها. ديلا افتكرت كلام هزان إنه ممكن يكون منحرف، بس قررت تروح. في الوقت ده هزان كانت بتراقبها وهي بتبعت الرسالة، وافتكرت فلاش باك قبل جوازها من كيزل لما راحت له وقالت له إن الحوار اتفضح وأبوها ما بيكلمهاش. كيزل وقتها أخدها القصر وقال لها: هتشتغلي هنا وأمي بتحبك وهتحميكي وأنا هخل كل حاجة. بس أمه وقفته وضربته بالقلم وقالت له: أنت إزاي تظلم بنت وتلمس شرفها؟ الشرف ملوش تعويض يا ندل، هتتجوزها وغصب عنك. هزان وقتها قالت لهم: أنا هريحكم من الموضوع ده ومحدش هيتكلم نص كلمة، ورجعت للحاضر وهي شايفة ديلا بتكرر غلطتها. في المطبخ هزان وديلا اتصادفوا وهم بيجيبوا طبق حلو، سابوا الطبق ليهم وخرجوا من غير كلام، والخدم ضحكوا عليهم وعلى الحركات العيال اللي بيعملوها رغم إنهم بيحبوا بعض. في آخر اليوم أم كيزيل سألت هزان: ليه ما رحتيش للدكتورة؟ كيزيل سمع وزعق: إزاي ما تروحيش من غير ما تقوليلي؟ ديلا كانت واقفة وبتنخ بضيق، فسكتوا عن موضوع الدكتورة وسألوها: مالك يا ديلا؟ هزان قالت لهم: عايزة تروح رحلة تبع الكلية وإنتم مش هتوافقوا. ديلا حست إنه هزان لسه بتهتم بيها، فقررت تصالحها، ودخلت لها الأوضة وحضنوا بعض ووعدوا بعض إنه مفيش حاجة تفرقهم، وهزان حذرتها تاني من يوسف. في الحارة رمزي راح يوزع حاجات على أمه وخالته، وقعد يتمنظر بإنه يوسف هرب وسابهم وهو اللي شايل الحمل. أخت يوسف منهارة وصرخت فيه: أخويا مات، ولو عايش عمره ما كان هيسيبنا، بطل تتكلم عليه كده. يوسف كان واقف بره بيراقب البيت من بعيد وعينه مدمعة. رمزي لمحه وهو خارج. يوسف جري بسرعة قبل ما رمزي يمسكه ويتفضح أمره. ديلا هربت من الحراس ونطت السور وراحت ليوسف بيته. يوسف حاول يقرب منها بلمسة حنينة، بس هي بعدت برعب بسبب كلام هزان. يوسف قام يجيب عصير. ديلا بدأت تفتش في أوراقه ولقت المفاجأة، صور ليها ولعيلتها في كل حتة. ديلا جالها ذهول وقالت: هزان كان عندها حق، ده فعلا مختل ومنحرف وبيراقبنا. كانت هتجري، يوسف وقفها وسألها: مالك في إيه؟ صرخت فيه: ابعد عني يا منحرف، أنا شفت الصور والأوراق، أنت واحد مريض. وجريت سابته وهو مش لاحق يفهمها حاجة. ديلا رجعت البيت لقت كيزيل مستنيها، وشه كان أحمر من الغضب وزعق: كنت فين يا هانم في وقت زي ده؟ ديلا انهارت من الرعب لأن كيزيل كان هيمد إيده عليها. قعدت تعيط في الأرض. أمها وهزان نزلوا جري وحجزوا كيزيل عنها بالعافية. ديلا كذبت وقالت: كنت عند صاحبتي إلا. أمها صدقتها وهدت كيزيل. طول الليل كيزيل فضل يلوم نفسه إنه خوف أخته كده، والصبح راح خبط عليها، ولما لقاها بتعيط أخدها في حضنه وقال لها: أنا آسف، أنا خفت عليكي لما خرجتي من غير إذني، أنتي بنتي مش بس أختي. ديلا عيطت في حضنه وتصافوا، والضحكة رجعت للقصر. ديلا راحت تركب خيل مع صاحبتها إيلا وقعدت تحكي لها إن يوسف منحرف ومجنون. وهم ماشيين ديلا شافت يافطات متعلقة على الشجر مكتوب عليها: أنا مش منحرف، أنا مش مختل. عرفت إن يوسف هو اللي عمل كده. وفي آخر الطريق لقت يوسف واقف قدامها، طلب منها نص ساعة بس يشرح لها. أخدها جوه الإسطبل، وأول ما دخلت لقت حصانها القديم اللي كانت بتحبه وضاع منها. ديلا ما كانتش مصدقة نفسها، جريت على الحصان وحضنته وهي بتضحك وفرحانة، وبصت ليوسف بنظرة فيها أسف وامتنان، وكأن الحرب اللي بينهم بدأت تتحول لحاجة تانية خالص. ديلا كانت واقفة في الإسطبل وعينيها بتلمع بدموع، ما كانتش عارفة هي دموع فرحة ولا ندم. بصت ليوسف وقالت له بصوت واطي ومكسور: يعني الصور اللي شفتها عندك دي ما كنتش بتراقبني بيها زي ما هزان قالت؟ انت كنت بتدعبس وتدور عشان ترجع لي حصاني اللي ضاع مني؟ يوسف بصلها بنظرة فيها عتاب هادي وقال له: أيوة يا ديلا، بس انتي للأسف ما فهمتنيش وصدقتي عني الوحش قبل ما تسمعيني. ديلا حست بذنب كبير وقربت منه وقالت له وهي بتضحك من قلبها: أنا أسفة بجد،
قولي طيب إيه المكافأة اللي ترضيك وأنا أعملها فوراً؟ يوسف شاور لها بصباعه على خده وغمز لها. ديلا ما كدبتش خبر وادته بوسة طياري على خده وجريت وهي حاسة إن الدنيا مش سايعاها من الفرحة. خرجوا سوا يتمشوا في الهوا الطلق، ويوسف حاول يقرب منها شوية، بس ديلا وقفت فجأة وبصت له بجدية وقالت: يوسف، أنا مش مستعدة للخطوة دي دلوقتي. أنا عمري ما هقرب منك بجد إلا لو اتأكدت إنك الشخص اللي عمري ما هخاف منه ولا هيكسرني في يوم من الأيام. يوسف مسك إيديها وضغط عليها بكل حنية وقال لها: أنا مستعد أضحي بالدنيا كلها عشانك، وعمري ما هأذيكي ولا هكسر خاطرك أبدا. ثقتك عندي غالية وهكسبها بالوقت. ديلا فرحت جدا بكلامه، بس فجأة ظهرت إيلا وقطعت اللحظة الرومانسية وقالت لهم: يلا يا ديلا، لازم نمشي فورا عشان ما أخرناش. ديلا سلمت على يوسف وادته بوسة تانية طياري على خد التاني وجريت مع صاحبتها. يوسف ما كانش بيتحرك بمشاعره بس، ده كان بيخطط لكل خطوة بالملي. راح قابل كيزيل وكان متفق مع رجالة مأجورين يهجموا عليهم وهم سوا عشان يظهر قدام كيزيل إنه البطل اللي أنقذ حياته. وفعلا النار بدأت تمطر عليهم من كل حتة، ويوسف رمى نفسه على كيزيل عشان يحميه بجسمه ويوهمه إنه بيضحي بنفسه عشانه. لما الشرطة جت، يوسف رفض يتهم حد وقال: دي حادثة عادية وتصفيات حسابات بعيد عننا. وده طبعا عشان يحمي سمعة شركة كيزيل ويكسب ثقته العمياء. كيزيل بصله بامتنان وقال له: بعد اللي حصل ده أكيد مش هتشاركني. يوسف رد بذكاء وقال: بالعكس، بما إن عدونا واحد يبقى قوتنا لازم تبقى واحدة. أنا معاك يا شريكي. وقبل ما يمشي قال له: لو عرفت أي معلومة عن الشخص اللي بيهددنا بلغني فوراً، ما تبقاش لوحدك في الصورة. في بيت يوسف كان قاعد سرحان وعينيه فيها نظرة انتقام مرعبة. كامل لاحظ وسأله: سرحان في ديلا ولا في كيزيل؟ يوسف اتنهد وقال: البنت دي بريئة بشكل غريب، مستغرب ازاي خرجت من وسط الوحوش دول. كامل ضحك وقال له: شكله السنارة غمزت يا صاحبي وانت حبيت بجد. يوسف وشه اتقلب ورد بقسوة: أنا مش هأذيها، بس ده ما يمحيش حقي عند أخوها كيزيل. أنا هخلي ديلا تعشقني لحد الجنون وهتجوزها، ويوم فرحي عليها هيكون هو يوم جنازة أخوها كيزيل. قال الكلمة والدموع لمعت في عينيه وهو بيفتكر الوجع والظلم اللي شافه زمان. فجأة الجرس رن ودخل رمزي زي الطور الهايج. وشه كان أصفر من الرعب وقال ليوسف: أنا مش هتحرق لوحدي. الدهب اللي انت سرقته ده هيخلي كيزيل يخلص عليا، ولو أنا وقعت الكل هيقع، وفي ناس بريئة ملهاش ذنب هتروح في الرجلين. يوسف فهم إن رمزي بيقصد أهله، فبص الكامل وقال له: خلاص، خلونا نديله اللي هو عايزه ونخلص من الصداع ده. في الناحية التانية، هزان راحت بيت أمها وقعدت تقلب في الصور القديمة. شافت صورة أبوها وانفجرت في العياط، وافتكرت الماضي لما دخلت عليه وهي منهارة وبتحاول تترجاه ما يسيبهاش ويضيعها، وهو حضنها بوجع. وفي نفس الوقت أمها كانت في الشركة عند كيزيل اللي حط قدامها شنطة فلوس. الأم في الأول رفضت وقالت: شرف بنتي ما بيتباعش بفلوس. بس كيزيل أقنعها إن دي مساعدة وإنه هيتجوز هزان ويستر عليها. الأم أخدت الفلوس ورجعت البيت، بس الأب شافها وسألها بجفاء: الفلوس دي منين؟ الأم زعقت وقالت: خليك في حالك، كفاية الذل والقهر اللي شفتهم معاك. الكلام ده كان تقيل على قلبه المريض، وجات له سكتة قلبية ومات في ساعتها. هزان فاقت من ذكرياتها وهي بتصرخ في أمها: فين صوري أنا ويوسف اللي كانت هنا؟ الأم ردت ببرود: رمتها، عايزة جوزك يشوفها ويقتلك؟ هزان سابت البيت وهي منهارة ومش شايفة قدامها. كامل راح لرمزي وقال له: انتوا من دم واحد، بلاش تعملوا في بعض كده، وساب له ورقة ومشي. رمزي قرأ الورقة وكلم كيزيل وقال له: الدهب في المخزن. كيزيل أخد رجالته وجري، بس لما دخل ملقاش دهب، لقى علبة قديمة فيها تراب. كيزيل أول ما شاف التراب انهار، وافتكر أخوه الكبير ميران لما كان صغير واداله علبة زيها وقال له: ده تراب المدينة، هتعرف قيمته لما أرجع. كيزيل رمى العلبة بغضب وعرف إن ميران هو اللي ورا كل اللي بيحصل ده وناوي يدمرهم. هزان راحت لأروزة وفضلت تشرب وهي سكرانة ومنهارة، وافتكرت اليوم اللي كيزيل اتقدم عليها فيه، ويوسف كان واقف بعيد ورافع سلاحه عشان يقتله، بس تراجع لما ديلا وقفت في النص. هزان مشيت من عند أروزة وهي مش متزنة وراحت ليوسف بيته.
يوسف حاول يطردها ويطلب لها تاكسي عشان حالتها دي، وفي عز ما هو بيحاول يخرجها موبايلها رن. يوسف رد على أمها وقال لها تعالي خدي بنتك قبل ما جوزها يوصل وتتفضح. فجأة الجرس رن تاني، يوسف فتح وهو فاكر إنها أم هزان، بس الصدمة كانت ديلا واقفة وماسكة في إيديها رسمة رسمتها ليوسف بكل حب. ديلا دخلت وبصت في الأرض، لقت فردة جزمة حريمي، جزمة هزان. الرسمة وقعت من إيديها وعينيها كانت مليانة صدمة وكسرة، وقالت له بوجع أنت بتخني، وطلعت تجري وهي منهارة. يوسف حاول يلحقها بس كانت ركبت تاكسي واختفت. يوسف رجع لهزان اللي أمها جت خدتها وهي بتلطم فضحتيني يا بنتي. في اللحظة دي جاله تليفون من كيزيل بصوت كله غل، يوسف تعال ساعدني، أنا قدرت أوصل للراجل اللي بيبعت التهديدات وهو تحت إيدي دلوقتي. يوسف جري عشان يقابل كيزيل، وأول ما دخل وشاف الراجل المربوط والدم مغطي وشه صرخ صرخة هزت المكان، مراد! طلع الراجل اللي كيزيل عاوز يقتله هو مراد أخو يوسف الصغير. كانت لعبة قذرة من رمزي عشان يضغط على يوسف ويدمره في أغلى ما عنده. يوسف وقف مشلول مش عارف يعمل إيه، هل يكشف نفسه وينقذ أخوه ويخسر خطة انتقامه، ولا يتفرج على أخوه وهو بيموت قدام عينيه؟